الحبايب مساء الخير. رحل حلمي بكر، رحل بعد صراع مع المرض وابنه ملحقش يشوفه. وهحكي لكم مأساة ابنه حتى بعد رحيله. امبارح كان حصل اتصال بين ابنه هشام وبين صديق مقرب ليا ومقرب ليه كمان من هشام. وهشام ابنه هو عايش في امريكا بقاله فتره، فبيقول له: هشام انت ليه ما جيتش تشوف والدك؟ وليه انت مش معاه في ايامه دي؟ فقال له: انا عندي ظرف شديد. فقال له: مهما كان الظرف الشديد يا هشام، يعني هيكون اهم من والدك؟ فهشام ما كانش عايز يتكلم لحد لما حس ان في اتهام ان هو مهمل في ابوه. فقال له: يا فلان، انا والدتي داخله تعمل عمليه بعد بكره، اللي هو امتى؟ احنا النهارده الجمعه، داخله تعمل عمليه يوم الاحد، وانا هخليها تخرج بس من العمليات وتكون موجوده في غرفتها، وهاخد طياره الحد بالليل او الاثنين الصبح واكون موجود، اللي هو بعد بكره. بس يا رب الحق. وكأن قلب هشام كان حاسس ان هو مش هيشوف ابوه، فحتى قال له: ان شاء الله هتلحق، يعني والدك ان شاء الله كويس. قال له: انا مش حاسس ان انا هشوفه. والله العظيم ده اللي حصل امبارح بالظبط وقدامي. فانا عايز اقول لكم على حاجه. حلمي بكر كان عنده صراع كبير جدا مع الحياه ومع من حوله. حلمي بكر كان عايز يعيش ايامه الاخيره او سنينه الاخيره كمان في سلام، لكن للاسف ما عرفش يعمل ده. حلمي بكر بيصارع الدنيا بقاله اكتر من 5-6 سنين، او يمكن اكتر شويه، يمكن حوالي 7-8 سنين. حلمي بكر كان كل هدفه في الحياه في سنينه الاخيره ان هو يعيش هو وبنته الصغيره مع بعض، ويقعد هو ياكلها وتاكل معاه على السفره وخلاص على كده. ما كانش عايز حاجه اكتر من كده. حلمي بكر بكالي انا شخصيا، ويشهد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت مره، وقلت ده في لايف عشان الناس بس ما تقولش ان انا بقوله بعد ما توفى، انا قلته في لايف والاستاذ حلمي كان حي يرزق. كان بصور برنامج والاستاذ حلمي كان موجود ضيف فيه، فبعد لما خلصنا حصل البريك، جه البريك، فالاستاذ حلمي قعد ياكل يتغدى البريك بتاعه، فلقيته بيبكي. فبقول له: ايه يا استاذ حلمي في ايه؟ فقال لي: بنتي، اللقمه ملهاش طعم من غير بنتي. ساعتها كان هو منفصل عن ام بنته، وهي كانت واخداها معاه وفي حضانتها وما كانش هو عارف يشوفها. حلمي بكر كان يجي يقول لي: انا اتعلمت من الحياه دي كلها ان مفيش اي حاجه ليها لازمه خالص غير السلام النفسي، وان انا اعيش في هدوء انا واللي بحبهم. انا دلوقتي هم في الدنيا ان انا اعيش وبنتي جنبي وفي حضني بس، مش اكتر من كده. لكن للاسف يمكن معرفش يحقق ده بالشكل المتكامل. حلمي بكر في ايامه الاخيره كان بيعاني وما كانش لاقي مستشفى يكون موجود فيه. انا جات لي اخباريه او خبر او معلومه واتصال من حد وبعتوا لي صور والاستاذ حلمي بكر في احدى مستشفيات مدينه كفر صقر. ولما انا تاكدت او اتصلت بحد من هناك فقال لي: لا، دي يمكن صوره قديمه. ما كنتش تعرف حلمي بكر يعني موجود في المستشفى مش موجود في المستشفى. كان في حاله من حالات الغموض الشديد في حاله حلمي بكر. ليه كل ده بيحصل معاه؟ ليه بيحصل مع واحد عدى ال 85 من عمره وبيعاني من امراض مزمنه، ميه على الرئه ومشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد وامراض شيخوخه ويمكن شويه مشاكل في الذاكره؟ ليه ده كله يحصل؟ ليه احنا ما كرمناش الراجل ده في اخر ايامه؟ بصرف النظر هو مين، بصرف النظر هو حلمي بكر الراجل الموسيقار الشهير اللي عمل الحان باسم مصر وعمل الحان لكبار النجوم. انسان عادي، بني ادم عادي جدا زيه زي اي حد، وطعن في السن ومرض. ليه احنا ما نكرمهوش؟ رحم الله حلمي بكر، لان احنا ليس في ايدينا حالا دلوقتي غير ان احنا بس نقول الله يرحمه. شكرا جزيلا.